السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو اسطوري ان شاء الله يا معلم، وهنتكلم عن طريقه زياده سرعه النت وازاي تلعب اعلى فريمات في بيس. زي ما بقول لك كده، عملت لايك، اشتركت في القناه. بالمناسبه ان شاء الله هختار شخص من الكومنتات هسلمه الحساب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط كده. وكمان في مسابقه على سلسله النوادر، هسيب لكم لينك الفيديو في الكومنت المثبت. طبعا في كل حته هتشارك في المسابقه في حسابين هديه، ممكن تكسب هنا او تكسب هنا. صلي على النبي في كومنت، ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه، ويلا بينا اسمع معايا الفيديو للنهايه. طبعا يا جدعان هنتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن ازاي نعمل اسرع طريقه او افضل طريقه تخلي النت سريع بطريقه شرعيه بطريقه امنه زي اي يوتيوبر. طبعا احنا كلنا بنشوف اي يوتيوبر في الدنيا بيلعب مثلا وهو فاتح نت وبيسجل وبيعمل كل حاجه، حاجات اصلا انت لو عملتها ممكن الموبايل بتاعك يقفل منك ما يفتحش تاني. سواء معاك موبايل جامد، معاك موبايل ضعيف، معاك موبايل ايه حتى. في ناس كتير النت عندها ممكن شرطتين، ممكن شرطة، ممكن مش عارف ايه، وده بيفرق. هتقول لي ازهر يا عم، لا، ده اللي بيكسبوا في الديفيجن ده بيبقى من قوة حساباتهم ومش عارف من ايه من ايه ومن ايه. مفيش الكلام ده، انسى والله ما في الكلام ده. ممكن يا معلم انت لو النت عندك احسن من الشخص اللي قدامك، حتى لو مقفل جميع باكات اللعبة، ممكن تكسبه بكل سهولة وتعمل عليه جيم عالمي بساط بسهولة. انت لما تلعب او مثلا تلعب بيس او اي حاجة حرفيا، مثلا لا بيلعب بيس، بيلعب ماتش عادي في الديفيجن، تمام؟ لما الباص يبقى معاك تقيل وانت تشكيلتك قوية جدا واللي قدامك تشكيلته ضعيفة بس الباص تقيل، فبيقطع الكرة منك بكل سهولة ويروح يجيب جول. اما لما يبقى الباص معاك سريع والباص بص بسهوله كده في ثانيه، بالضغطه في ثانيتها يا معلم ما تاخرش، فانت كده هتقدر تعمل باصات تروح للجون بكل سهوله، تسجل هدف حتى لو اللي قدامك تشكيلته عالميه. ما تقولوش لحد على الطريقه دي بقى عشان مش كل الناس تعملها وكله يبقى حريف. طبعا يا جدعان هكلمكم في الفيديو ده ان شاء الله عن احنا ازاي نسرع النت، ازاي نعلي فريمات، ودي حاجه واحده فقط هتعملها بضغط الزر، هتعمل لك كل ده. طريقة آمنة، طريقة شرعية مليون في المية. الطريقة اللي أنا هتكلم عنها في الفيديو ده هتلاقيها في الكومنت المثبت. أهم حاجة تعمل لايك، اعمل لايك كده بقى عشان نستمر معاك في شروحات كتير جدا خلال الفترة الجاية إن شاء الله، وفيديوهات كتير جدا. بص يا صاحبي، مبدئيا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. زي ما أنت شايف قدامك كده، يعني أنا هقول لك تجربتي قبل حتى ما أديك الطريقة. زي ما أنت شايف قدامك كده، دي مباراة لعبتها في الديفيجن عادي جدا. طبعا يا جدعان الخصم ده انا بلعب بتشكيله عاديه عشان اوريك، مش بلعب بحسابي الاساسي، عشان اوريك بس ازاي قدرت اكسب واحد حتى معاه لعيبه كويسه ومعاه لعيبه قويه بكل سهوله. لا بس مش بس كسبته، والله يا جدعان في الديفيجن عملت عليه مباراه واستحواذ واهداف وشواطئ وكل حاجه عملتها على الخصم، مع انه كان صعب جدا والواد كان محترف جدا. ولكن سرعه النت، سرعه الفريمات، كل ده بيفرق معاك. زي ما انت شايف قدامك كده حرفيا، دي تشكيلتي ودي تشكيلته. وطبعا يا جدعان فرق الاحصائيات كبير جدا جدا جدا، دي احصائياتي ودي احصائيات ودي احصائيات ودي احصائيات. المهم يا جدعان ان زي ما انت شايف الاستحواذ حاجه و60 او، يا جدعان عملت عليه جيم عالمي. انت لما بتبدا تلعب بطريقه نظيفه بتبدا تعمل جيم حلو جدا. يعني انت مثلا بتعمل باصه كويسه جدا، بتعمل الباصه من كتر سهوله الباصه بتقدر تعمل باصات كتير وبتاخد استحواذ. انت لما بتعمل باصات كتير وتاخد استحواذ، الخصم اللي قدامك بيزهق، بيسيب لك الكرة اساسا، خلاص زهق، بيتشتت، مبقاش عارف يعمل ايه، بتلاقيه بيباصي اي كوره وخلاص، خصوصا لما تسجل فيه هدف وانت بتعمل باصات. يا نهار ابيض يا جدعان، والله جربوها، الخصم هيزهق حرفيا. تعالى بقى يا صاحبي اقول لك على الطريقه، طريقه سهله جدا بسيطه جدا ومفيش اسهل منها يا معلم. كل المطلوب منك هتنزل البرنامج اللي في الكومنت المثبت تحت اسمي، طريقه شرعيه وامنه 100%. بعد ما تنزل البرنامج هتفتح البرنامج، تمام؟ هتفتح البرنامج. طب اسمه ايه؟ انا مش هقول اسمه عشان ما تقوليش لا اعلان ومش اعلان، والله ما اعلان، تمام؟ لما انت هتستفيد، هستفيد بصراحه لما انت تنزله، انا هستفيد وانت هتستفيد ان انت يعني هتخلص حاجتك، هتجرب جرب وهتدعي لي. ما كانش كده ابقى امسحه يا سيدي، تمام؟ وتعالى قول لي ان هو فيستك او الكلام ده. جرب صدقني هيفرق معاك في فريمات، في نت، في كل حاجه، تمام؟ تمام. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين قدامكم كده، بعد ما نزلت البرنامج هتبدا تفتحه عادي جدا. بعد ما تفتح البرنامج هتبدا تضيف اللعبه. هتبدا تعمل ايه؟
تضيف اللعبة عادي، تضيف ايه فوتبول، تضيف اي لعبة انت عايزها. ولكن اعدادات البرنامج مهمة جدا. لو انت داخل تلعب ببجي هتختار مثلا حرب والكلام ده، لو داخل تلعب مش عارف ايه هتختار انت اختار توازن، يعني يكون اللعبة متوازنة، وهو هيظبط لك الدنيا كلها في الفريمات وفي كل حاجة. بعد ما نعمل كل الاعدادات السهلة والبسيطة دي هتضيف اللعبة، وبعد كده تشغل. دايما لما تيجي تشغل لعبة هتشغلها من البرنامج ده. هو بس كده، بس كده، ولا اي حاجه تاني. وجرب والعب وديفيجن، وجرب وهتدعي لي. عن تجربتي الشخصيه انا بصراحه فرق معايا جدا البرنامج ده. قدرت العب بدون في بي ان، بدون الكلام ده. ناس كتيره بتفعل في بي ان، على فكره يا جدعان في بي ان مدفوع بفلوس، مفيش حاجه اسمها في بي ان مجانا يخلي لك اللعبه جامده. الناس اللي بتلعب خصوصا، في ناس بدون ذكر اسماء بيلعبوا بفي بي ان، وفي بي ان بيكون مدفوع. تمام. اعمل لايك، اشترك في القناه، فعل الاشارات على الكل، وصدقني هتستفيد جدا جدا ان شاء الله في الشروحات الجايه في اللعبه حرفيا، او اي لعبه انت عايزها يا معلم. اشوفك في فيديو اخر. سلام.